انت تدفع فلوس للمتآمرين في مصر؟ مين اللي وكلك ان انت تتحالف مع اسوأ جماعة ارهابية اسمها الاخوان المسلمين؟ وجاي النهارده تكلمني عن الشرف؟ انت يا سيدي انت وادارتك فاقد للشرف. يجي بقى بوتين النهارده دافع عن الاسلام ربما يكون افضل من شيخ الازهر، لان لما بوتين يقول الكلام يبقى مؤمن. قال لك كل الدواعش اللي اسسهم الغرب هو الذي اسس الارهاب ودعمه في منطقه الشرق الاوسط، وان يحاولون اعطاء صيغه ليست في الاسلام عن الاسلام. ده بوتين. الرفاق الروس اختلف معهم ما شئتوا، بس عندهم اصل مع اصدقائهم. انما امريكا قياده واطيه بتبيع مصلحتي فين وتبيع. الروس ما بيبيعوش، الروس ناس اصيله مش واطيه، وانا اقصد كلمه واطيه. اللي متغطي بالامريكان عريان. الرئيس الصيني النهارده طلع وعمل مبادره بمليار دولار للتنميه و100 مليون دولار لافريقيا، وقال كلام محترم جدا. في الوقت اللي روسيا والصين بيعلوا في الحضيض ان شاء الله، وامريكا ان شاء الله هتدوق من الارهاب والجرائم اللي زرعتها في كل حاجه في الدنيا، لان طباخ السم بيدوقوا. لان افعل ما شئت كما تدين تدان. يوم يفرح المؤمنون. ويا رب كل واحد قتل حد في ليبيا ولا في مصر ولا في العراق ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في افغانستان حتى ينتقم منه انتقام عزيز جبار. وتلك الايام نداولها بين الناس. والدول زي الشخص، كلنا بنبقى في شباب صغيرين، بنكبر شباب، بنعجز، بنهرم، بنموت. امريكا جاي عليها الوقت اللي هتهرم وتشيخ وتموت ان شاء الله. دي حبيت اقول حوالين زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يحدث في الجمعيه العموميه. قمة ال20 اللي موجودة في تركيا، عندي سؤال بسيط. إذا كانت الأمم المتحدة مش عاجبة حضراتكم يا فندم، ولا الاتحاد الأوروبي ولا منظمة الوحدة الأفريقية ولا الأسيان ولا كذا، طب ما نحل الأمم المتحدة ومجلس الأمن اللي عامل لنا صداع وعامل فيها البلطجية اللي موجودين، الخمسة الكبار البلطجية دول اللي عندهم حق الفيتو. انما اي مجموعه دول تتكلم ويقول لك احنا من السبعه الكبار، احنا الدول السبعه الصناعيه الكبرى، احنا من التسعه، احنا من قمه المناخ، احنا من دول ال20، يعني ايه اللي على راسهم ريشه؟ يعني الدول اللي على راسهم ريشه. وعايز اقول لحضراتكم قمه ال20 اللي انعقدت في تركيا، كل 2 موجودين في هذه القمه بينهم ومن بعض مصانع الحداد، سواء على مستوى الشعوب او على مستوى الدول او بينهم ومن بعض. انظر مثلا الى الصورة الكاريكاتيرية ما بين بوتين وما بين اوباما. صورة شهيرة موجودة جدا على الفيسبوك وعلى المواقع كلها. الاتنين بالظبط قاعدين، 2 شيوخ منصر قاعدين بيوزعوا العالم. 2 شيوخ منصر. بقول لك ايه انت وهو، احنا اتفرقنا، الدول لعبت بينا، شويه الدول الصغيرين عملوا مش عارف سمعنا ايه وسمعنا ايه. لا يا حبيبي بقى، كفايه احنا نلم بقى الناس دي. في ال 35 دقيقه دي زي قمه يالطا زمان، المنطقه بتتوزع ومناطق النفوذ في العالم بتتوزع، ودايما كنا نقول ان اختلاف امريكا وروسيا رحمه بالعالم. اول ما تلاقي امريكا وروسيا متجمعين قول عليه العوض ومنه العوض. اول ما تلاقي امريكا وروسيا متجمعين عليه العوض ومنه، ما دول بيتفقوا علينا. حد يقول لي بقى ما هي كانت روسيا صديق ومش صديق. لا يا حبيبي، لا ما ينفعش. انا لما روسيا دي تعمل معايا موقف لبلدي والوطني احطها فوق دماغي. لما يحصل اللي حصل ده لا طبعا، ولا يعنيني، السياسه مصالح. حد يقول لي طب ما هي امريكا انت بتقول عليها وصلت الى مرحله العدو بتدينا اسلحه. ايوه يا سيدي، اللي عايز يقول لي انها بتديني اسلحه اولا سر السلاح الامريكي الذي يذهب الى اي دوله
في خاصيه لا يضرب اي حاجه امريكيه. يعني لو في طياره امريكيه جايه تهاجم مصر، وانا طياره جايب طياره امريكيه، الطيار لما يجي يضربها الطياره ما تضربش. بقول لحضراتكم معلومه ابحثوا عليها، مش هدخل في تفاصيل كتيره. جهاز الكمبيوتر بتاعها يقول لك لا يا حبيبي انا مش بديك مساعده وبديك طياره امريكيه عشان تحاربني بيها. طب مش بتدينا مساعده، ده وفقا لنصوص معاهده كامب ديفيد، علشان اسرائيل وعشان التوازن وعشان حمايه للمصالح الامريكيه وللسماء الامريكيه والمنطقه النفوذ بتاعتها. كويس؟ فانا مش عايز حضراتكم تتخضوا قوي من قمه ال20 وهم دول ال20 وحد يقول لي طيب مصر فين؟ مصر حضرت في مره ايام الرئيس مبارك، وكان في دور مهم جدا جدا، انما هي مش عايز اقول لان في ملك السعوديه كان موجود، وانا متحفظ الحقيقه على ان انا اصف تلك القمه اي وصف احتراما لملك السعوديه. انما الامر المؤكد لا يشرف السعوديه انها تبقى موجوده في القمه دي وتبقى في تركيا تحديدا، يعني لا يشرف السعوديه.